بسنة 2003 يا جماعة كنت أنا طفل بسيط بريء ساكن مدينة الزبير بالبصرة بالعراق. كان عندي حلم بسيط على قدي. شنو حلمي؟ حلمي إني ألعب كرة ساكر طوبة على أرض خضراء، ثيل، جراس، جرين، أي شيء، زرع، أي شيء. هذا كان حلمي، حلم بسيط. فيعني أنا وجودي اليوم هني بكندا مواطن كندي رسمي، هذا نعمة أحمد ربي عليها لآخر عمري. ممكن أنت تشوفه حلم بسيط وتافه ما يسوى حتى واحد يذكره بفيديو، بس أنا صاحب الحلم وأنا صاحب الذكرى الحلوة هذه أيام الطفولة، إنه ودي كان ألعب بأرض خضرة. اليوم أشوفه شيء كبير ومستحيل أنساه، مستحيل. خلوكم معانا يا جماعة. اليوم سويت لكم فلوج حلوة بالمدينة اللي أنا ساكن فيها بالبايك، هالمرة بالقاري. راح تحبونها وأنا متأكد راح تعجبكم. فأتمنى أتمنى أتمنى تطالعون للأخير وتشوفونه وتتابعوني، هذا شيء ضروري لأن راح تشوفون شغلات وايد تعجبكم. وإذا أنت مو متأكد دش على حسابي وشوف المحتوى اللي أنا نزله، إذا عجبك طيني فولو، وإذا ما عجبك حياك الله وجزاك الله خير. يا أخي تخيل معاي مدينة وينزر الكندية من قوة الجالية العربية اللي فيها، والله أنك تحس ببلد عربي مصغر. يعني تمشي تلاقي مطاعم عراقية يبيعون كباب وباتشا، أفران تبيع صمون وخبز عراقي، محلات تبيع تمور وبذور، وحتى شاي أبو الهيل موجود هنا يا رجل. الفرق الوحيد أنك لما تطلع من هالمطاعم هذه تكمل طريقك تلاقي يمها مطعم مكسيكي وقهوة إيطالية ومحل كندي يبيع عسل. يعني تخيل سوق شعبي عربي كامل بس بنكهة عالمية. وينزر موجودة بجنوب مقاطعة أونتاريو، ومقابلها مباشرة مدينة ديترويت الأمريكية. وينزر عندها مزيج وايد حلو بين الطبيعة والحداثة، فيها كورنيش طويل على النهر من أجمل الأماكن للمشي والتصوير، خصوصا الحدائق اللي منتشرة هناك. اقتصاديا وينزر تعتبر عاصمة صناعة السيارات بكندا، لأن أغلب المصانع الكبيرة موجودة هناك. حتى الجو مختلف هنا عن باقي مناطق كندا، الشتاء أدفى شوي والصيف طويل نسبيا. وما بينسى أن وينزر مشهورة مزارعها القريبة، خصوصا منطقة السكس كاونتي. وسنويا مدينة وينزر عندهم أكبر عرض ألعاب نارية على نهر ديترويت اللي يجمع آلاف الناس من الجانبين الأمريكي والكندي. وبالنسبة للعرب هني الجالية العراقية واللبنانية والسورية حضورهم وايد كبير ما شاء الله، وهذا الشيء خلى المطاعم العربية والكرم العربي جزء من هوية هذه المدينة. وخليني أذكر لك بعض المعلومات اللي يمكن ما تهمك بس مهمة للتوثيق. وينزر فيها جسر امباسادور، واحد من أكثر المعابر الحدودية ازدحاما بأمريكا الشمالية، يربط كندا بأمريكا. وفيها نفق ديترويت، نفق كامل تحت النهر يربط المدينتين مباشرة. وفيها متحف تراثي اللي يحفظ تاريخ المنطقة. وبقلب المدينة في جامعة وينزر اللي يدرس فيها آلاف الطلاب من كندا والعالم كله، وحتى من العراق والدول العربية يجون يدرسون بهذه الجامعة. وطبعا ما ذكرت المولات والحدائق الموجودة فيها، حديقة جاكسون بارك، حديقة مالدن بارك، ديفنشاير مول، تيكومسي مول، أوتلت مول. وإذا أنت من سكان وينزر اثبت وجودك بتعليق على هذا الفيديو.